أهلا بيك في Inspire X Academy. أنا حبيبة محمد رجب. موضوعنا النهاردة هيمس كل واحد فينا تقريبا. كل يوم بنصحى على إشعارات، مكالمات، رسايل، شغل، مواعيد، فدماغنا بتفضل دايما شغالة حتى وإحنا بنحاول إن إحنا نرتاح. يمكن تكون ناجح أو بتحاول تثبت نفسك، بس جواك حاسس إنك خلاص فاضي من جوه. النهاردة هنتكلم عن إزاي توازن ما بين حياتك وشغلك في عصر السرعة والتكنولوجيا، وهنقول حلول واقعية وسهلة من غير تنظير ولا مثالية عشان تبدأ تستعيد هدوءك وترجع تركز تاني. فأول جزء معانا إيه هو الإنهاك النفسي أو الإنهاك الذهني. هو مش معناه خالص إنك كسول، بالعكس، هو بيحصل غالبا للناس اللي بتدي كل طاقتها في الشغل والمذاكرة والمسؤوليات وكل الكلام الجميل ده. ببساطة هو حالة بيبقى فيها دماغك شغالة ال24 ساعة حتى وانت نايم من غير راحة حقيقية. مش دايما ممكن يبان في التعب الجسدي، بس سبحان الله تلاقي نفسك متوتر على طول، ممكن تنسى تفاصيل أو مش قادر تستمتع حتى لما بتخلص كل اللي وراك. زمان لما الناس كانت تخلص شغلها كانت تقفل الباب وترتاح، لكن دلوقتي مفيش أي باب بيتقفل خالص، لأن عصر زمان غير عصر دلوقتي. دلوقتي طول الوقت الموبايل في إيدك، الإيميل ممكن يجيلك في نص الليل عادي جدا، الواتساب بقى فيه كل حاجة، شغل وحياة شخصية ومذاكرة وتواصل، كل حاجة بقت أونلاين. التكنولوجيا هي سهّلت حياتنا، بس للأسف هي سرقت الراحة بتاعتنا. ليه؟ لأننا ما بقيناش عارفين نفصل. الدراسات بتقول إن الدماغ البشري مش مبرمج إن هو يتعامل مع كم تدفق مستمر من المعلومات بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي، فلازم نعمل صمت رقمي على فترات علشان المخ يعرف يفرغ الضغط. طيب هنعمل إيه؟ أول خطوة إنك تفهم حدودك كويس. أول خطوة علشان تعرف توازن إنك تعرف حدودك النفسية والجسدية. فمش كل شغل هو فرصة كويسة ليك، ممكن تتغاضى عن بعض الفرص اللي بتجيلك، ومش كل رسالة لازم إنك ترد عليها على طول. جرب تعمل حدود ذكية مع التكنولوجيا. أولا إنك تحدد وقت محدد تفتح فيه التليفون، ساعة يوميا، ساعتين، ولو شغلك كله بقى أونلاين حاول إنك تحدد وقت تفتح فيه أو تفتح اللابتوب إنك تشتغل فيه عدد ساعات معينة، ما تسيبش الموضوع عايم كده. اتنين، ساعة قبل النوم من غير شاشة، الموضوع هيفرق معاك جدا جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي وكمان على مستوى عينك. تلاتة، اعمل وضع عدم الإزعاج وانت بتذاكر أو بتشتغل أو بتعمل حاجة مهمة علشان متفضلش تستقبل نوتيفيكيشن كتير ومتفضلش تتشتت كتير. لما تعمل كده هتبدأ تلاحظ إنك مش بتتعب بنفس السرعة، وإن تركيزك بدأ يزيد واحدة واحدة. تاني خطوة معانا هي نظم طاقتك مش وقتك. يعني ناس كتير بتحاول إن هي تنظم وقتها، بس هو الحقيقة إن اللي بيخلص هو مش الجدول، هي اللي بيخلص اللي يقدر يخليك تخلص بسرعة إنك تستغل وقتك. إزاي؟ يعني إنك تحاول تشتغل في الوقت اللي طاقتك فيه عالية وتحاول تستريح في وقت طاقتك فيه منخفضة. يعني صباحك مش لازم يبقى كله شغل 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 تقيل، حاول إنك تشوف إمتى دماغك بتكون في أنشط حالاتها وابدأ بالحاجات اللي محتاجة تركيز. لما بتشتغل مع طاقتك مش ضدها بتنجز أكتر وبتتعب أقل. يعني أنا النهاردة حاسة إن أنا طاقتي مش ألطف حاجة، واطية جدا جدا جدا، مش قادرة أعمل أي حاجة، فأنا اوريدي بحاول إن أنا أشوف إيه الحاجات اللي أقدر أعملها مش محتاجة مني تركيز دلوقتي وأعملها. طيب لأن كل واحد فينا ما بيبقاش صاحي بنفس الطاقة كل يوم، فالطاقة اللي بتكون عالية عندي في أوقات أنا بقدر إن أنا أستغل فيها بحيث إن أنا أشتغل أكتر دلوقتي لأن أنا طاقتي اوريدي عالية. ففي الوقت التاني على النقيض، يعني لما بلاقي طاقتي اوت خلاص انا مش قادره اعمل اي حاجه، بشوف الحاجات اللي مش محتاجه مني تركيز ذهني واقوم عاملاها. حاجة زي التنظيف، هي انت مش هقعد افكر تنظيف هنضف ايه ولا هعمل ايه، لا يعني بستغل الوقت ده في اني اقعد انظف، وكمان ده بيساعدني ان انا افصل دماغي علشان انا مش طول الوقت قادرة ان انا اشغل دماغي، مش قادرة طول الوقت ان انا اركز، محدش هيعرف يعمل كل ده
في وقت طويل، على مدار فترات طويلة أو متباعدة، الموضوع هيوصل للإرهاق أو الإنهاك الذهني أو البيرن أوت زي ما بنقول، حاجات تانية كتيرة جدا. طيب تالت خطوة هي نظافة رقمية. يعني إيه؟ مش معناها إنك تبطل تكنولوجيا خالص، ولكن معناها إنك تختار إيه يدخل دماغك وإيه لأ. يعني مثلا هتعمل 3 حاجات، جرب الخطوات دي أسبوع واحد وهتشوف الفرق. أول حاجة، امسح التطبيقات اللي مش بتفيدك. كلنا بيجي علينا فترة ان احنا نلاقي تطبيق حلو جدا فنقوم منزلينه، ما بيتفتحش اصلا غير مرة او اتنين بالكتير، وبعد كده بيفضل على التليفون ما بنعملش بيه اي حاجة، حتى اوقات كتيرة ما بنلاحظ ان هو موجود، بس احنا بنفتح التليفون بنلاقي يعني ابلكيشن كتير قوي وفي الاخر ما بنستخدمهاش. فهنمسح التطبيقات اللي مش بتفيدنا. تاني حاجة، هنتابع صفحات بتدينا راحة نفسية مش مقارنة، ودي أهم حاجة في عصرنا الحالي، إن إحنا نبعد عن أي حاجة هتخلينا نحط نفسنا مقارنة مع الناس. ليه؟ لأن إحنا مش بنشوف خلف الكواليس. في ناس كتيرة ده شغلها الحقيقي وده مصدر رزقها الوحيد، فدايما لازم تكون اكتف، لازم تكون باور، يعني لازم تظهر بالمظهر اللي هي بتطلع بيه. محدش هيطلع يقولك انا تعبان النهارده فمش قادر اعمل حاجه، لا. كل الفلوجز اللي بنشوفها دي نادرا جدا 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 لما بنلاقي حد طالع على حقيقته، وطالع ان هو مثلا اوقات كتيره ما بيبقاش عنده طاقه، مش زي ما بيظهر. فهنتابع صفحات بتدينا راحه نفسيه او هدوء نفسي على الاقل. هنعمل انفولو لأي محتوى بيخلينا قلقانين، بيخلينا مضغوطين، بيخلينا في طاقة سلبية مستمرة. وقت فراغك مش لازم يبقى سكرول، ممكن يبقى مشي، ممكن يبقى تنفس، ممكن انك تقرا كتاب يفيدك على المدى البعيد، او حتى قعدة هدوء مع نفسك، او قعدة جورنالينج، او قعدة brainstorming عصف ذهني. اي قعدة مع نفسك حلوة ما عدا السكرول. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعمل تمرين بسيط اسمه pause and breathe. يعني ايه؟ انا بحب التمرين ده جدا. هناخد نفس عميق لمدة 4 ثواني، هنحبس النفس 4 ثواني، ونخرجه في أطول فترة ممكنة 6 ثواني. المرة اللي فاتت كانت أنواع تانية من التنفس على حسب المدة اللي تقدر إنك تتنفس فيها، وده طبعا بيختلف من شخص لآخر. هنحاول إنك نكرر التنفس ده و3 مرات على الأقل، مرة أول ما تصحى، ومرة قبل ما تنام، ومرة في نص اليوم لما تحس إنك خلاص مش قادر تستحمل أنا مضغوط جدا. فوقت الزفير هنحاول إن احنا نتخيل إن احنا بنسيب كل الأفكار اللي ملهاش لازمة ومش ضرورية في حياتنا. التمرين ده سحر بناخده في كل الجلسات، بناخده في كل النواحي بتاعة حياتنا، بيهدي الجهاز العصبي وبيقلل إفراز هرمون الكورتيزول اللي بيعمل التوتر. آخر حاجة معانا إدارة حياتك، مش معناها إنك تلغي الضغط خالص، معناها إنك تختار إيه يستحق تديله طاقتك وإيه لأ. لما تبدأ تحط لنفسك حدود، تعرف إمتى تقول كفاية وإمتى تقول خلاص تمام الدنيا حلوة، هتكتشف إن السلام النفسي مش رفاهية خالص، ده وقود الحياة اللي احنا بنمشي فيه. وبس كده، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك سلسلة mental health and self growth journey، وسجل في كورسات Inspire X Academy من اللينك اللي في الوصف. خد بالك من نفسك لأنك أهم مشروع في حياتك. أشوفكم في حلقة جديدة.